اليوم بنديروا كعك معسل، والطريقة هذه لو بتديريها حيقولوا لك بيعي واحنا نشرو منك، هش ويدوب في الفم. كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، 3/4 الكوب من السكر الناعم، كوب زيت، وربع كوب من مية العطر، وتضربوا كل المكونات مع بعض. نضيفوا ربع كوب من النشا ونخلطه، وبعدين ننزلوا 4 كوب إلا ربع من الدقيق معاه ظرف من خميرة البيكنج باودر. بالنسبة للدقيق ماذا بيكم تحطوا 3 كوب من الدقيق والباقي تزيدوه زيادة، لأن العجينة هذه لو جت منك يابسة حتتشقق معك، ولكن لو جت رطبة بيكون صعب شوية انك انت تزيدي عليها الدقيق، تلقي روحك كل شوية تزيدي في دقيق. بعد ما ارتاحت عجينتنا نفردها بالشكل هدايا طويل، وما تخلوهاش رقيقة واجد. بعدين ناخدوا طاسة أو أي شيء عندكم عشان تديروا عليها دائرة وتقصوها من الأطراف مايلة بالطريقة هذه، عشان لما تسكروها تطلع معاكم مزبوطة. تو نجول الجزء اللي ياخد شوية وقت، ننكشوا الكعك من الأطراف، غطسوا المنقاش في الدقيق وقعدوا انكشوا بالشكل هدايا من الحواف متاع الكعك، ضغطة هكي بسيطة. ماذا بيكم المنقاش متاعكم يكون كويس، وهي في يدك تدهنيها بحليب الحقة، بعدين تغطسيها في الجلجلان الأبيض وتكملي كل الكعك بنفس الطريقة. بعد ما تحطي الكعكة في الطاجين لازم تواسيها وتتأكدي إن هي مرتبة، لأن الشكل اللي بتحطي فيه بتطيب فيه. وهنا حبيت نوضح لك، لو طاحت منك الكعكة في الجلجلان تقدري ترفعيها وتقلبيها بين يديك بالشكل هذا بكل سهولة. طيبوه في فرن مسخن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، تحطوه في الرف اللي من النص. الكعك بارد والعسل عاقد وبارد، حبيت نريح روحي ونختصر على روحي وعسلته بعسل أكاسيا. عسل أكاسيا أفضل عسل تحطيه على حلويات، خصوصا إنه ما فيش طعمة العسل القوية، هو طعمته زي العسل الربيعي بالضبط. وبعد ما تصفوه تستمتعوا بأحلى كعك ممكن تجربوه. العادة اللي بينقدموا فيه مع الشاي، بس أنا في حوشي نحب ناكله مع القهوة وبس، في حفظ الله.